بسم الله. محمد الزيات، مهندس معماري. انا سبت التحرير امبارح بالليل. فعليا سبته امبارح بالليل بعد ما لقيت يعني ان شخصيات كتيره موجوده هناك احنا رافضينها. احنا كشباب الثوره رافضين تواجد الناس دي هناك، مش حبا في سياده الرئيس مرسي على قد ما هو حبا في شرعيه الديمقراطيه. احنا عملنا الثوره دي ونزلنا 15 يوم، وقعدنا بعد كده شهر كامل عشان نشيل احمد شفيق. وبعد ده كله النهارده الناس بتنادي عايزه الجيش وعايزه تنقلب على الشرعيه، وبتغني لمحمد حسني مبارك اغنيه اخترناك، اللي هو يعني انا مش عارف ايه موقعها في الخريطه النهارده. انا بصراحه رحت التحرير عشان اعرف، يعني انا كنت متخبط، ما كنتش عارف الحق فين. يعني وصلت لمرحله ان نص اصحابي اللي حضروا معايا الثوره نزلوا رابعه، ونص اصحابي نزلوا التحرير. لقيت ان مش كل اللي هناك فلول، بس كل الفلول نزلوا. يعني 70% من اللي موجودين هناك هم ما شاركوش اصلا في 25 يناير. انا شفت ما يدعو الى التحرش، بس ما شفتش تحرش صريح، بس شفت يعني بنات بيدعوا للتحرش. يعني هو اللبس اللي هم لابسينه والنزول اللي هم نازلينه والاشكال كلها تدعو للتحرش، بس انا ما شفتش بعيني. كنت هناك وجيت هنا، ايه الفرق بين الناس اللي هنا والناس اللي الناس اللي هنا بشوفهم كل يوم في الشارع، في كل مكان، في مدينه نصر، وفي السيده زينب، وفي عين شمس، وفي مصر الجديده. الناس دي انا حسيت فعلا ان هم يعني انا بنتمي ليهم. اللي شفته في التحرير هناك عشوائيه من عشوائيات مصر تانية، عشوائيه جديده في الفكر، وعشوائيه جديده. الناس اللي هناك ما عندهاش هدف، ما عندهاش رؤيه اللي هم عايزينه. ما عندهمش، يعني هم الناس نازله تحتفل، نازله. يعني انا حسيت ان جزء كبير من الناس اللي هناك فعلا عشان الظروف الاقتصاديه اللي في البلد معهاش ثمن المصيف، فنزلت امبارح بالليل عشان كان الجو لطيف والنسمه حلوه، نزلوا يتفسحوا في ميدان التحرير. الاصرار اكتر هنا ولا هناك؟ من ساعه ما جيت لحد دلوقتي شايف ان هنا اقوى. هنا في عزيمه وفي اصرار، زي ما انا سامع هناك ارحل بس، انما هنا في عزيمه، ايمان، اصرار. في ناس مؤمنه باللي هي جايه له، عندها اصرار على اللي هي عايزاه، مستعده تضحي بعمرها عشان مصر. ما اظنش اللي هناك مستعدين يضحوا بعمرهم عشان مصر. دي وجهه نظري الشخصيه من اللي انا قابلتهم هناك. معلش، انا حضرت ميدان التحرير لما كان بيتباع فيه ترامادول بعد رحيل المدعو مبارك. والنهارده شايف ميدان التحرير برضه رجع فيه نفس الاشكال اللي كان بتبيع. انا ما بدعيش ان ميدان التحرير كله وحشين، بالعكس في شباب انا بفخر ان هم اصدقائي لسه معتصمين في ميدان التحرير، وبفخر ان انا اعرفهم لسه معتصمين، وربنا يهديهم. طبعا 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 طبعا. يعني هو في جزء كبير من الشباب اللي موجود هناك، هو زي ما بيطلقوا على شباب الاخوان ان هم خرفان وكذا. برضه هناك في جزء كبير ماشي في القطيع، وهو مش مدرك القطيع موديه لفين. وفي ناس كتير هناك كرهها للاخوان مخليهم ينزلوا. يعني هو لا فرق معاه مصر، ولا فرق معاه شرعيه، ولا فرق معاه ديمقراطيه، ولا فرق معاه اي حاجه، على قد ما هو فارق معاه ان انا اصلا بكره الفصيل دوت. فكره الاقصاء هناك بيقصوا حاليا الاخوان المسلمين، وسمعت يعني بيقولوا ان في دعاء هنا على المنصه على الكافرين، ودعاء على المنصه على المعرفش ايه. هناك برضو في نفس دعاء ربنا يكحمهم وربنا ياخدهم. هي الفكره كلها ان لو هم بيدعوا ان في ناس هنا خرفان، ففي هناك برضو جديان، عشان بس ايه يبقى التعبير واضح. انا لقيت نفسي هنا فعلا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا مش عايز اقول ان انا مع الرئيس مرسي، لان انا شايف ان في بعض السياسات الخاطئه للرئيس مرسي، واختلافي مع الرئيس مرسي اختلاف سياسي. انما اختلافي مع الجماعه اللي بينادوا في مش هقول في التحرير، لان التحرير ده رمز من رموز الحريه في مصر. الناس اللي بينادوا للانقلاب على الحكم، انا شايف ان هم لا يملكوا شرعيه، وبالعكس نصهم هاربين بره مصر وعليهم قضايا، والعلاقه والخلاف اللي بيني وبينهم خلاف اخلاقي وخلاف جنائي، مش خلاف سياسي بس. شكرا.